السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هشارك معاكم روتيني في بيت ماما الله يرحمها. انا اليوم اللي بروح عند ماما يعني بقى اليوم ده بروح السوق الصبح، اتسوق كده اجيب كام حاجه كده قبل ما اروح هناك، لان هناك طبعا ما فيش حد وكده، فالبيت بيبقى مفيهوش حاجه، فبشتري الحاجات قبل ايه ما اروح. جبت بطاطس وجبت خيار وجبت طماطم وجبت شطه. انا بتسوق الحاجات، ولما الحاجه يعني الزياده دي انا بجيبها لشقتي يعني. عشان ايه؟ انا بروح السوق يوم الجمعه بس يعني، فاهمين؟ لان احنا دراسه وكده مبقاش عارفه اروح في نص الاسبوع، بيبقى الوقت مضغوط مع الدراسه مع الاولاد مع شغل البيت، بيبقى صعب ان انتي تروحي ايه السوق في نص الاسبوع. جبت كمان ليمون لان داخل عليا دور برد كده، فكنت عايزه اشرب ليمون. وجبت بانيه، قلت هنعمل بانيه النهارده يعني. انا بختار لما اروح هناك اعمل اكل سهل كده، بحيث ان هو ما ياخدش وقت كتير معانا في العمايل، لان احنا مش بنقعد كتير، احنا بنروح نغير جو كده ونرجع بقى شقتنا تاني. الاول كنا بنقعد ونبات وكده عشان ماما الله يرحمها كانت بتبقى موجوده. دلوقتي لا، مش بقعد ابات يعني، قليل لما بات هناك. اول طبعا ما بروح بلاقي الدنيا كلها تراب زي ما انتم شايفين كده، بصوا البوتاجاز طبعا، لان احنا بنقعد يعني اسبوع بنروح، فبلاقي الدنيا كلها اتطربت. فبقى امسك بقى الحاجات دي كلها انضفها، همسك بقى الشفاط كمان اغسله، وانضف كده البوتاجاز قبل ما استخدم اي حاجه، بمسكها كل الحاجات دي بغسلها، واغسل الرخامه والمواعين اللي هستخدمها كلها، لان التراب بيبقى طبعا على الحاجه مركونه زي ما انتم شايفين كده. فهمسك كل حاجه بقى اغسلها واظبط المطبخ كده، وهجهز الغدا. هشارك معاكم بقى غدانا النهارده. اتمنى اللي يدخل الفيديو يدعي امي بالرحمه، ويدعي لابي، ويدعي لجميع موتى المسلمين، اللهم ارحمهم واغفر لهم وسامحهم وارض عنهم، اللهم امين. بعد ما تبلت البانيه عشان اعمله، نسيت بقى ان انا ما جبتش فيجيتار، نسيت اجيب الفيجيتار اللي هو بنحمره بيه. فقلت خلاص ما بديهاش، هقلبه بقى شاورما، هعمل لهم شاورما. فجبت بقى البانيه بعد ما كنت تبلته خلاص، قلت خلاص هعمله شاورما، ورحت ايه جاي مقطعه كده زي ما انتم شايفين كده. قطعت بقى البانيه كله شاورما كده عشان مفيش فيجيتار، والمحل اللي جنبنا ما كانش عنده الفيجيتار، فقلت خلاص يعني. وجبت البطاطس كده قطعتها، قلت احمرها. جبت صينيه بقى وحطيت فيها معلقه من السمنه وشويه من الزيت، ونزلت بقى بالبانيه كده، وهبدا ايه اشوحه. هديله تشويحه كده، بديله تشويحه الاول بحيث ان هو الفراخ كلها تبقى لونها اتغير يعني، تبداي تشوحيها الاول قبل ما ننزل عليها باي حاجه. عايزه اقول لكم ان الطبخ في حلال امي دي بيبقى ليه طعم تاني، والله العظيم بجد اكني بفتكر ماما الله يرحمها انها موجوده، بجد بحس باجواءها. بعد ما الفراخ خلاص اتشوحت بنزل بقى بالبصل. انا هنا مقطعه البصل ايه شرايح كده، وحطيت بدنجانه كده تتشوح. اول ما خلاص كده شوحت البصل اهو كده مع الفراخ، بصوا اهو. انا مش بقطع البصل صغير، لا بحبه يبقى شرايح كبيره كده، بيبقى طعمه احلى. وبعد كده بجيب الطماطم اهي، بعد ما اديت البصل تشويحه بجيب الطماطم بقى واديها التشويحه كده برضو مع الفراخ اهو. هبدا اقلبها عليه زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى هنزل بالشطه، بعد ما بسيب الفراخ تتعامل شويه مع الطماطم، بجيب بقى الشطه وانزل بيها. هنا بصوا الطماطم كانت نزلت حتى صوص اهو. نزلت بالثوم والشطه مع بعض، بحط كده راس توم كده تكوني هرساها تحطيها، بتديها طعم حلو جدا. الثوم بيغير طعم الفراخ جدا. وبعد ما خلاص كلها اتشوحت كده، جبت زي نص كوبايه ميه كده وحطيتها كده ايه تتشرب، واسيبها بقى كده كده خلاص هو طاب يعني، يا دوبك بس ياخد ايه ربع ساعه كده يتشرب مع بعضه كده، وكله بقى ياخد من بعضه كده، ويبقى طعمه حلو جدا. بغطيها كده وبسيبها ربع ساعه بس. وهنا بقى بعد ما غرفتها ده شكل الشاورما بتاعتنا. وعملت البدنجانه بقى ضربتها في الخلاط كده، حطيت عليها توم وحطيت عليها بهارات كمون يعني، وبحط عليها شويه ليمون كده وشويه خل وملح طبعا اهو. بصوا ده البانيه ما شاء الله جميل، والبطاطس اهي. وقطعت كده طماطم وخيار، وهي كنا كده بقى هنا وشفا. وعملت لهم كده صينيه كيكه كده، بصوا عملنا لهم كيكه كده بالفروتي، بصوا كده اهو، بصوا ما شاء الله طلعت حلوه ومرتفعه.